طيب، ايه الحاجات التانية اللي ككي بي ايز او ميجرمنت لازم نكون واخدين بالنا منها واحنا شغالين؟ هو حته الريتنشن ريت، مصطلح قد يبدو ان هو انا الريتنشن ريت الدنيا بالنسبه لي تماما، أنا اليوزرز اللي بيشتغلوا معايا بيقعدوا معايا قد ايه والكلام ده. زي ما كنا بنتكلم حسني وامنيه قالوا حته الريتنشن ريت، انا اصلا بقى عندي حاجه تانية مهمه قوي، هو انا ازاي اقدر احافظ على اليوزر بتاعي واخليه معايا يطول لاكبر قدر ممكن. يعني هتيجي تلاقي مثلا في يوز كيس بتطلع من، او مثلا من شركات بتطلع تقول والله انا عندي عملاء شغاله معايا بقالهم 3 سنين بيستخدموا البرودكت بتاعي. طب هتيجي تلاقي ان العملاء دي عشان يفضلوا موجود معاهم، هو بيحصل معاهم يوز كيس على كل، على شغلهم بشكل كاستمايزد، ان مثلا انت عندك مشكله ايه في الشغل معانا، فمثلا والله انا عندي مشكله ان انا محتاج اعمل اي بي اي مخصوص للفيتشر دي بالشكل الفلاني عشان اعمل اوتوميتد مع الموضوع ويكون سلس اكتر. فمثلا ممكن بنخش مع بعض في لونج تيرم، في لونج تيرم بروجكت از تو كومباني، ونبدا نبني اي بي اي مخصوص للفيتشر دي للانتربرايز اكونت. طيب ماشي، بيجي مثلا فور اكزامبل عن داخلين على سيزون حاجه معينه، بنبدا نقدم للكلاينت ده خصومات معينه ليه هو، بنبدا نفهمه او بنبدا نقدم له كاستمر ستوري ليه هو مخصوص عشان خاطر فور اكزامبل الكباستي بتاعته ما تقعش في السيزون. يعني مثلا احنا في الحته بتاعت اللوجيستيك، اوقات بيجي كلاينت يتكلم والله انا هكون في الشغل بتاعي في السيزون دوت بصرف رقم كبير جدا ومحتاج نكفر مش عارف ايه، فانا محتاج تو اكونت مانجر يكونوا بيتابعوا البروسيس الديلي بتاعت الشغل. ده بقى حاجه اوفلاين، فانت بتبدا تسيرف على شغله بشكل معين وعامل معاه بارتنرشيب بشكل معين ان هو يفضل في الريتنشن ريت. الريتنشن ريت بتاعنا مش كله هيكون اونلاين، لا احنا عندنا حاجات في الريتنشن في الجروس، ان انا ازاي اخلي اليوزر دوت يكمل معايا، ازاي اقدم له فيتشر مخصوص، ازاي ان انا هاجي في حاجه معينه. لو انا مثلا باخد منه برسنتج كبيره، ممكن نعمل نقول 50% عليك و50% عليا عشان ينزل سعر الشحن مثلا ريال واحد. الرقم قد يبدو بسيط، بس الرقم مع السكيل الكبير في الانتربرايز بتفرق جدا.